عايزه لعيب الكوره وبتتلعب على طول تتقطع وجوده تاني، وكفر شلشلمين بيبحث عن هدف التقدم بعد ما كان متقدم بثلاث اهداف، بيرجع تاني للتعادل واللعب مستمر وحكم اللقاء سايب اللعب، وهنشوف كده الهجوم تاني لفريق كفر شلشلمون اللي رجعوا تاني بيضغطوا هجوميا اهو لكشري اللي بيشتت، وترجع تاني لفريق كفر شلشلمون. اللعيب لما يخلي باله ان ممكن احداث المباراه تحصل على كده، لكن احنا متعودين من اللعيب المصري للاسف على الهدوء لما تبقى النتيجه كبيره. هنا الكورة دقيقتين حسبهم الحكم باسم يوسف، حتى بينهم دقيقه تقريبا او دقيقه واكثر، فاضل ثواني قليله وينتهي اللقاء اللي ممتع في الشوط الثاني رغم انه كان هادئ تماما في الشوط الاولاني. تقدم فريق كفر شلشلمون بثلاث اهداف ورجع تاني زي ستاريو امبارح، لكن رجع بالتعادل فريق الخرس 3-3. يا ترى هنروح لركلات المعاناه وهنروح لركلات الترجيح، وبالفعل حكم اللقاء ينهي اللقاء بالتعادل الايجابي 3-3 علشان نروح للمعاناه ونروح لركلات الترجيح اللي ما فيهاش كبير وما فيهاش فريق احسن من فريق، فيها التوفيق وفيها عامل الحظ. بابا ده أول مرة أشوف ماتش هنا، هو في ماتش هنا أساسا؟ علشان الساعه داخله في ماتش هنا؟ في ماتش هنا؟ إزاي؟ ما بيعملوا ماتشات هنا؟ ركلات الترجيح إزاي؟ هي اللي هتحدد الفائز. الفريقين اللي بره ينزلوا يعملوا عمليه الاحماء. نرحب بفريق بنت بشار احد القلاع العريقه في كره القدم في محافظه الشرقيه ومركز بني الامن. بنت بشار كده طول عمره تاريخ كبير، لكن جت مجموعه من الانقسامات كده قسمت البلد لمجموعه من الفرق. افتكر اني بنت بشار حكم وبنت بشار طلعت فرق كبيره ولاعيبه كبيره وبلد كبيره، واللعبه الاولى اتلعبت كده ولا ايه يا كابتن؟ انا مش واخد بالي. قدامها يا بابا؟ دي بره ما تلعبوا بقى، ده تأخروا ليه؟ عشان اسمه ده